أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج الكلام مع منال. النهاردة معانا حلقة استثنائية عن بطل حلم وحقق حلمه، وبعد ما حقق حلمه ما اكتفاش بكده، حب يشوف حلمه بيتحقق في كل شاب وفي كل طفل في بلده وأكتر كمان وبره بلده. معانا ومعاكم كابتن أحمد العالمي. أهلا بيك يا كابتن، مدرب فنون قتالية. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك واهلا بابطالنا كلهم. هنتعرف دلوقتي بواحد كابتن فيكم وبطل فيكم ان شاء الله. اهلا بيكم. هبدا مع حضرتك وعايزه اعرف بدات ازاي الرحله بتاعتك، من امتى، من كام سنه بدات وبداتها ازاي وليه؟ والله الرياضه دي اولا اسلوب حياه. انا كنت صغير وبداتها يعني هاوي زي اي حد، وبعدين الموضوع يعني اتحول معايا ان انا اكون بطل في يوم من الايام. فبدات خدت الخطوه، وخدت الخطوه لاقرب نادي عندنا في المركز. ان انا من قريه اسمها قريه الجيس، ودي من احسن القريات على مستوى الجمهوريه. الحمد لله عندنا نماذج مشرفه كتيره. فالحمد لله اتوجهت لاقرب نادي، والحمد لله بدات تمرين. وما اكتفيتش بكده، يعني بدات ان انا اخد بطولات من مركز لمحافظه لقطاع لشمال لجنوب لجمهوريه لتصفيات منتخب، لحد ما اللي قاعد قدام حضرتك النهارده بطل افريقيا الحمد لله رب العالمين. 6 مرات، 3 مرات في رياضه الكيك بوكسنج، و3 مرات في رياضه الكونغ فو. وحبيت التدريب بقى قوي؟ اه طبعا، ده بقى يعني اسلوب حياه معايا. هو يعني كل حاجه. الرياضه اولا بتفيد الجسم في كل الحالات. اه. وبتختار الناس اللي بتدربهم على اسس معينه، سن معين؟ لا، هو الرياضه عندنا بتبدا كل مراحل السنيه، من سن 3 سنين حتى مثلا 40 سنه 50 سنه يقدر يتمرن عادي. بس لما بيتمرن وهو طفل صغير بيكون الفرصه متاحه ليه اكتر، يعني ان هو يبدا يكون فايتر وياخد معسكر تمرين، يجهز نفسه للبطولات. بيبقى عنده فرص اكتر من ان هو ما يكون كبير. انا ملاحظه ان موضوع التدريب بقى بالنسبه ليك دلوقتي بقى يعني اكتر كمان من انك تاخد بطولات زياده. طبعا انا لحد الان ما زلت في الساحه لاعب ومدرب، يعني الحمد لله رب العالمين. دي بتكون صعبه على اي حد، لكن الحمد لله اتعودت على كده، والحمد لله كل يوم بناخد خطوه انجح من اللي قبليها. لا، وموضوع انك تدرب يعني سن صغير وتروح بيهم من الصعيد، صح؟ من الصعيد، فبتروح بيهم القاهره وشرم الشيخ ايوه طبعا، كل وتبقى مسؤول محافظات القاهره عنهم. بفضل الله عز وجل بنشارك في بطولات وبنسافر. اولياء الامور يعني عندهم ثقه عمياء بيا، ان انا يعني الحمد لله معروف يعني كمدرب، كاخلاق قبل ما اكون مدرب كويس. لكن التوفيق من عند ربنا. احنا الحمد بنشتغل لله. وبنعمل اللي علينا، وبشتغل باعلى مستوى عشان اطلع من تحت ايدي، لاني انا كمدرب بيطلع من تحت ايدي مهندسين ودكاتره في يوم من الايام. فكل الفئات بتكون بتتمرن تحت ايدي. نفسك تشوف كل واحد فيهم يبقى زيك ويحقق ان حلمك شاء تاني الله، وتالت. ويمكن الفرصه تتاح ليه ان هو يبقى احسن مننا كمان. وما شاء الله دلوقتي بقى في تطور يعني في الرياضه، بقى في نقابه وفي منطقه وفي اتحاد وفي منتخبات، وفي دلوقتي سبونسر وفي راعي بيبص على الرياضيين الفايترز اللي هم كويسين، يقدر مثلا يسفرهم بره مصر. فدلوقتي ما شاء الله يعني في الفرصه بقت اهتمام اكبر، في بالرياضة، وزارة اهتمام. الشباب والرياضة طبعا بصراحة طبعا هايلة. ما شاء الله يعني. اتعرف بالبطل الاولاني. محمد حسني محمد. اهلا يا محمد، اهلا ازيك؟ بحضرتك. انا شايفه ما شاء الله لابس سلاسل كتير وميداليات كتير وحاجات كتير، معتز باكتر ميداليه فيهم ايه بقى؟ نعتز بميدالية بطولة افريقيا كده. فرحان ببطوله اه افريقيا؟ طبعا، ده اخر حاجة اتحصلت عليها كده ان شاء الله، وباذن الله كده مكمل ان انا اوصل لمستوى اعلى ان شاء الله كده. ان شاء الله ان شاء الله يا محمد. وايه اللي خلاك تلتحق بلعبه زي كده، مثلا فنون قتاليه؟ حضرتك انا بحب اللعبة دي كده، اللعبة دي بالنسبة لي كده بشوف فيها شخصيتي وهي جزء من حياتي. مم. طيب نتعرف بالبطل التاني. انا اسمي احمد اسلام محمد عبد العظيم. يعني احمد، بدات اللعبه من كام سنه؟ بداتها من وانا عندي 9 سنين. من وانت عندك 9 سنين، ودلوقتي عندك كام سنه؟ 14 سنه. ده انت ما شاء الله في استمراريه.
يعني أيوة اللي طبعاً. بيبدا ومن اول ما بدات وانت مع كابتن احمد. اه طبعا. يعني دي حاجه حلوه قوي ان ان اللي الحمد يلعب لله. يستمر في اللعبه. لازم المدرب الكوتش يحبب الطالب او اللاعب اللي عنده عشان يقدر يستفاد منه. حتى لما يكون في حاجه معاه يقدر يحكي له، لكن طول ما في حاجز ورهبه وخوف من المدرب عمره ما هيستفاد ولا هيقرب منك. مم. لما دخلت اللعبه بقى يعني برضو اكتر حاجه فرحت بيها برضو من الميداليات اللي معاك ايه؟ كانت بطولة المحترفين عشان اتعلمت منها حاجات كتير، زي ان مش كل الخصوم اللي هتيجي قدامك هتبقى خصوم سهلة، في خصم أيوة. يجي صعب وخصم يجي سهل. فرحت بالبطوله دي. اه طب عايزه اسالك حاجه، اللعبه دي مثلا بالنسبه لك بتعلمك العنف؟ بتعلمني ان انا اتعامل مع الخصم زي ما هو بيتعامل معايا. داخلها للدفاع ولا داخلها للهجوم ولا داخلها لا، داخلها للدفاع. تدافع عن نفسك؟ اه لكن هي بتعلمك العنف ولا انت بتبقى عندك سيطرة على انك انت تفصل بين انك هتدافع او تهجم؟ لا، هي بتعلمني ان انا يبقى عندي ثبات انفعالي. بتسيطر على بسيطر على نفسي. رغم ان انا قوي وقادر اضرب اللي قدامي، بس لا ما ينفعش. اه يعني والكتكوت الصغير انت بطل بقى، مش كتكوت ولا حاجة، ده انت بطل. اسمك؟ يوسف محمد جمال من دوحة أحمد نصر. يوسف عندك كم سنة؟ 6 سنين. 6 سنين، ما شاء الله. يعني انت دخلت المدرسة ولا لسه؟ خلصت. خلصت المدرسة أصلا، اتخرجت. خلصت حضانة وهتدخل ابتدائي. 6 سنين يبقى هتدخل ابتدائي إن شاء الله، صح؟ والله. يعني أنت صغير خالص. يعني ليه بتلعب اللعبة دي؟ عشان أبقى بطل عالم. نفسك تبقى بطل العالم كله؟ ما شاء آه. الله، ما شاء الله. وانت مبسوط بقى ومستمر في اللعبة واخد ميداليات في السن الصغير ده يا كابتن؟ ما شاء الله، يوسف محترف جدا يعني، في وزنه ما شاء الله، بيلعب اي بطوله بيكسب ما شاء الله. بتفرح لما تكسب يا يوسف؟ طب بتزعل لما تخسر؟ لا. مش بيهمك؟ عادي. الرياضة ايه، مكسب وخسارة، صح؟ نفسك تبقى ايه، بطل العالم؟ نفسك تبقى بطل العالم، وكلكم طبعا نفسكم تبقوا بطل العالم ان شاء الله، نفسك تبقى إيه تاني يا ومحققين يوسف؟ بطولات في افريقيا وكده، حاجة روعة يعني ما شاء الله. والبنوتة البطلة، نتعرف بيكي. اسمي إسراء أمين سليمان، عندي 14 سنة. بقالك قد ايه يا إسراء بتلعبي؟ بقالي 1.5 سنة. 1.5 سنة. طيب انت يا إسراء ما شاء الله برضو في 1.5 سنة محققة ميداليات وحاجات. الحمد طب لله. انا لفت نظري ان انت بنت ومن الصعيد وبتلعبي اللعبة دي، ودي حاجة تفرح يعني. والله حضرتك، الرياضة حق على كل إنسان، بغض النظر عن النوع. أنا بتدرب علشان صحتي وكون وثقتي بنفسي تبقى عالية. وأنا عايزة أوضح لك حاجة مهمة برضو، البنوة عمرها ما كانتش تفرق، يعني إنها توقفنا عن إن إحنا نهتم بصحتنا. برافو، ما شاء الله. وده بيعلمك ايه بقى، علمتك ايه اللعبة؟ والله الانضباط وثقتي بنفسي والالتزام ويعني التواضع. وافادتك انك تدافعي عن نفسك؟ دخلتيها ليه اصلا؟ انا دخلتها عشان المرونة، واللي هي فنون قتالية ودفاعا عن النفس، والرياضة اصلا المفروض حق على كل انسان. فدخلتيها عشان المرونة وعلشان تدافعي عن نفسك. ايوه. وان انا اكون بطلة عالم واكون يعني بطلة كبيرة بإذن وخدتي الله. بطولات؟ الحمد لله. وعادي انك هتسافري وتاخدي بطولات وتكملي؟ الحمد لله. ايوه ان شاء الله، إن شاء باذن الله. الله. دي حاجه هايله جدا. واهلك مشجعينك على حاجه زي كده؟ ايوه طبعا، اهلي مشجعيني واقفين معايا في كل خطوة. طب الحمد لله. طيب ده كويس قوي يا كابتن، يعني حتى ما شاء الله بنات واولاد. اسراء البنت الوحيده اللي معاك ولا معاك لا، بنات؟ معايا بنات كتير، معاك بنات وجميع كمان؟ المراحل السنيه. وبتدرب، انا شايفاك بتدرب فنانين وبتدرب ناس كتير. الحمد لله، يعني بظهر دوبلير، يعني منفذ معارك. اخر حلقه ظهرت في مسلسل علي كلاي، حلقه 27 كنت الحكم الدولي، ومنفذ معارك في السينما المصريه. الحمد لله، ان شاء الله في يوم من الايام هتشوفونا من إن الناس شاء الجامده الله. ان شاء الله.
خالص ان شاء الله. هنطلع فاصل وهنكمل مع باقي ابطالنا. ورجعنا لكم تاني ومكملين مع أبطالنا والبطل أحمد العالمي وأبطاله الصغيرين. أهلا بيك. عرفني بنفسك. اسمي احمد مصطفى صالح. عندك كم سنة؟ عندي 15 سنه. وبدأت بقالك كم سنة بتلعب؟ وانا عندي 8 سنين. من وانت عندك 8 سنين ومستمر. اه ايه اللي اكتر حاجة مخلياك تستمر مع الكابتن احمد؟ يعني ما شاء الله، يعني مبسوط انت من اللعبة دي. الكابتن احمد شخصيه طبعا معرفه من وانا صغير، شخصيه انا بحبها وبتمنى ان اكون زيه. لما الكابتن يكون قدوة ليك بتكمل معاه وبيشجعك، صح؟ وحلمي برضو ان اوصل يعني بطوله عالم وابقى بطل عالم في UFC. وانا شايفاك واخد بطولات كتير ما شاء الله. واخد بطوله افريقيا مرتين والجمهوريه برضو مرتين وبطوله قطاع وصعيد. وطبعا كل ما بتاخد بطولة كل ما بتتشجع اكتر وحلمك بيكبر معاك. كل ما تاخد حاجة بتاخد اللي بعدها. باخد اللي بعدها. ما شاء الله عليك. معانا البطل الجديد ادهم محمد رفاعي. عندك كام سنة؟ عندي 14. وبرضه بادئ بقالك كام سنة؟ من 9 سنين. من وانت عندك 9 سنين. اه وبتلعب وبيشجعوك في البيت، وده ما بيعطلكش عن المذاكرة مثلا؟ لا ده كده بيديني قدوة احسن برضه. بيخليك الرياضة قدوة. بتساعدني برضه. بتعلمك ايه؟ يعني الرياضة معلماك ايه غير القوة واللعب نفسه؟ معلمك ايه؟ بتعلمني الانضباط والالتزام والتواضع. ما شاء الله. يعني تنصح الولاد في السن الصغير ده يتعلموا؟ يلعبوا رياضة عشان يتعلموا الدفاع عن النفس وبرضه يحققوا بطولات. ما شاء الله. طيب البطل اللي بعده؟ اسمي سند أشرف مخيم.
كان عندك كام سنه؟ عندي 13 سنة. وبادئ بقالك كام سنه؟ سنتين. طيب كويس، حلو. وواخد بطولات برضو؟ واخد 5 بطولات. 5 بطولات في سنتين. ونفسك تاخد ايه؟ نفسي اخد بطولة عالم. وانا مش شايفاها ان هي يعني ايه، امل بالنسبه لهم سهل يعني. ايوه ان شاء الله. ان شاء الله. الفايتر منهم لما بيستمر ويكون في التزام طبيعي، يعني المستحيل بيكون سهل. يعني كل واحد فيهم حاطط قدامه بطولة العالم، مش بطولة افريقيا، لان هم أيوة. خلاص حققوا افريقيا. ايوه في المراحل الناشئين حققوا افريقيا وجمهورية، وان شاء الله لو في استمرارية هيحققوا بطولات عالم كمان وبره مصر كمان ان شاء الله. ما شاء الله. وانت مبسوط ومكمل ان شاء الله. هتفضل لحد ما تكبر زي كابتن احمد. ان شاء الله. ان شاء الله. وتدرب انت بقى ان شاء الله. والكابتن سينا احمد حسين. عندك كام سنة برضو؟ عندي 12 سنة. وبقالك كام سنة؟ بقالي 3 سنين. 3 سنين. ومحقق برضو بطولات. وكلمني عن أول بطولة حققتها، كنت حاسس بإيه لما حققت أول مرة بطولة كده؟ كنت فرحان وكنت عايز أشارك تاني أكتر يعني. ده اللي شجعك؟ أيوة. يعني لما لقيت نفسك بتحقق بطولات تاخد ميداليات شجعت؟ أيوة. ياسين كمان مميز جدا، عنده ستايل وعنده التزام في التمرين ما شاء الله، يعني كويس جدا. موضوع الأكل بقى وهم صغيرين كده بتسيطروا عليه؟ بيحاول حتى يعني أقصى حد إن هو قبل البطولة بشهر يعني يمشي على بروجرام معين، برنامج غذائي معين، ينام بدري، يتمرن كويس، ياكل الأكل الصحي على الأقل يعني. وحضرتك بقى بصراحة بيسمعوا الكلام يعني. ولما بتطلعوا معسكرات بتسيطر عليهم طبعا. وبيكون في ايه غير التدريب البدني؟ يعني بتعلمهم اخلاقيات الرياضه طبعا هي الرياضه اسلوب حياه والرياضه اخلاق. لازم يكون محترم قبل ما يكون محترف. صح. الاحترام قبل الاحتراف. هو ده اللي بيخليه ينجح ويوصل. فده لو انت زرعت فيه من صغره كده هيطلع نموذج مشرف يعني. كفايه ان يقول لك ده تحت اشراف الكابتن احمد صبري العالمي، فدي بتبقى رساله حلوه. ايوه. وياسين لما بتخسر، اكيد طبعا الرياضه مكسب وخساره، لما بتخسر بتزعل؟ لا اكيد. يعني على سنك الصغير ده مش حاسس مثلا اتصدمت ان انت خسرت او كده؟ لا عادي. عادي لانك بترجع تكسب تاني. الخساره بتحفزني ان انا اكسب تاني. والخصم بقى اللي قدامك انت بتلعب معاه، لما بتكسبه او بيكسبك او كده، ايه علاقتك بيه؟ عادي. مش هو خصم يعني كده، عادي. فاهم ان دي رياضه بس. ايوه. لكن بعد الماتش ما بيخلص بتسلموا على بعض وكده. ايوه عادي. ودخلت ليه الرياضه دي؟ عشان دفاع عن النفس وابقى بطل، ابقى كابتن وبطل في نفسي. يعني هي اهم حاجه في الرياضه دي الدفاع عن النفس، صح؟ طبعا. هي اساسها دفاع عن النفس. الفنون القتاليه عموما دي فنون قتاليه. ايوه. انواعها ايه الفنون القتاليه؟ عندنا اكتر من رياضه، في كونغ فو، في كيك بوكسنج، وفي MMA، وفي دفاع عن النفس، وفي جمباز يعني الرياضه شامله كل دي كتير. فنون قتاليه. وبتنصح سن كام يعني يبداوا؟ يبدا من هو صغير، سن 3 سنين 4 سنين. من 3 سنين يلعب، يعرف يفهم. عندنا ما شاء الله ناس سن 3 سنين وبيتمرنوا وبيتاسسوا صح. ايوه. وحلم كابتن احمد بقى ايه؟ ان شاء الله حلمي ان انا باذن المولى عز وجل ان انا اكون في يوم من الايام مدرب المنتخب المحترفين باذن الله. وان شاء الله يكون عندنا فروع هنا في القاهره، وعندنا اكتر من فرع في محافظه انت فعلا عندك فروع في القاهره؟ عندنا. يعني لو حد عايز يتدرب من القاهره يتواصل معاك؟ يتواصل معانا على الارقام ان شاء الله. وفي الحي السابع قريب ليهم هنا. وعندنا في المحافظه المنيا برضو اكتر من فرع، وان شاء الله يكون عندنا فرع في السعوديه قريب باذن الله. ما شاء الله. ان شاء الله. يعني انت بقيت عالمي فعلا باذن الله ان شاء الله. حاسس ان ده حلمك وحققت منه جزء كبير؟ ده يعني اقل من الاهداف اللي في دماغي، لكن لسه تاني يعني في كل اللي انا عملته ده لسه بالنسبه لي البدايه يعني. واكتر حاجه معتز بيها في اللي حققتهم من كل احلامك دي؟ ان انا يعني حاسس ان ربنا راضي عني، فعشان كده بيوفقني كل يوم في جديد الحمد لله. على سن ما شاء الله ما شاء الله صغير، لكن انت الحمد لله يعني انا اصغر مدرب على مستوى الصعيد الحمد لله. ومحقق نتائج كتيره جدا جدا يعني الحمد لله. وحلو ان انت محبب الشباب في اللعبه، صح؟ طبعا. اكيد طبعا. حد عايز يقول حاجه
انا ما سالتش حد حاجه عايز يجاوب عنها يجاوب. مبسوطين باللعبه؟ اكيد طبعا. وحلمك ايه؟ انا حلمي ان اكون لاعب في اليو اف سي. امم اليو ان اف شاء سي اللي الله. هي رياضه الام ام اي اللي هي بتبقى جوه ال الكيج MMA. والقفص عشان فيها دي رياضه سبونسر صعبه، دي جديده في مصر. هي جديده في مصر، لكن من زمان في روسيا والبرازيل والحتت دي، عشان هي اكتر رياضه فيها فلوس وكده. طب الحمد لله. ويعني انت بتختار اللي بيلعبوا معاك، لكن بتختار منهم الابطال على طبعاً. اساس ايه؟ يعني بتحس ان ده بطل على اساس ايه؟ والله ربنا يعني هي موهبه، ربنا كده واهب لي ملكه كده، اللي هو يعني بحاول يكون عندي نظريه في الفايتر اللي قدامي، الطفل اللي قدامي يعني عنده اللياقه البدنيه كويسه، ابدا اشتغل معاه على حاجه معينه ناقصه فيه، اول ما تكمل عنده ببدا ان انا اجهزه واعده للبطوله. ببقى عارف ان ده في يوم من الايام هيكون فايتر. في واحد تاني بيبقى هاوي كده، عارفه ان جاي يومين الاجازه بتاعت الصيف وكده الأجازة وبنقضيها وخلاص. وعايز اوصل لحضرتك ملحوظه، ده جهل الولي الامر ان يقول لك الدراسه بتاثر، يعني الرياضه بتاثر على الدراسه. لا، دي حاجه يعني مش حقيقيه. الرياضه بتنشط خلايا المخ وبترفع قدره الاستيعاب والذكاء وبتنمي قدرات الشخص، وبتنمي شخصيته كمان. ايوه، بتخلي شخصيته قويه وبتحفزه. يعني عندنا ناس طلبه في ثانويه عامه ما شاء الله بيتمرنوا وبيطلعوا من الاوائل. كمان دي بتضاف للمجموع يعني أيوة يعني او ليه في نسبه. عندنا في الحافز الرياضي من 20 ل 40 درجه في الحافز الرياضي بتضاف للطالب في ثالثه اعدادي ثانيه ثانوي. ولو هيقدم حربيه او جويه او عسكريه لازم يكون حصل على بطوله. ايوه، ولياقته البدنيه عاليه. دول انت بتدربهم وبتاهلهم؟ انا الحمد لله يعني معد وباهل للمدارس والكليات العسكريه وعلى اعلى مستوى الحمد لله. وعندنا اكتر من طالب في المدرسه العسكريه، ومن ضمنهم ادهم محمد رفاعي الخشت ده اللي في النص ده طالب حاليا في الصف الثاني الاعدادي العسكري. في اعدادي عسكري وفي ثانوي عسكري. ده في الاعدادي، هي اعدادي وثانوي اصلا. ادهم بقاله سنتين دلوقتي في العسكريه. المدرسه محافظه المنيا الجديده. ما شاء الله. طيب كويس قوي. وبتوجه لاولياء الامور رساله بان هم يخلصوا؟ طيب يعني كلنا بنوجه لاولياء الامور رساله ان هم يدربوا اولادهم رياضه. والتقي بيكم، وبشكر طبعا كابتن احمد وبشكر ابطالنا كلهم، وشكرا ليكم، والتقي بيكم الاسبوع الجاي ان شاء الله. بشكر حضرتك، ربنا يعزك.